يقول ويشهد ويؤكد كل من عرفه أنه سيبقى تلك القامة الفنية التي أعطت الكثير للسينما الجزائرية، وأنه من أحسن السينمائيين الذين اشتغلوا على الجانب الجمالي في أعماله. ولد عبد الرحمن بوقرموح شاعر الكاميرا ببلدية أزلاق بولاية بجاية سنة 1936. بدأ عبد الرحمن بوقرموح الذي يعد من مؤسسي المركز الجزائري للسينما في 1963 حياته الفنية في بداية الستينات كمساعد مخرج بعد دراسات بمعهد السينما بباريس. أنجز الفقيد العديد من الأعمال الفنية في أواخر الستينات من أفلام قصيرة وأشرطة وثائقية، كما عمل مع المخرج محمد الأخضر حمينة كمساعد مخرج في فيلم وقائع سنين الجمر. ويعد بوقرموح من رواد الفيلم الأمازيغي الطويل، حيث قام بإخراج أول فيلم بالأمازيغية الربوة المنسية سنة 1996 المقتبس عن رواية الكاتب الكبير مولود معمري. وتحصل هذا الفيلم على جائزة الزيتون الذهبية في الدورة 12 لمهرجان الفيلم الأمازيغي في 2012. وقد أنجز أيضاً خلال مسيرته الفنية أفلاما طويلة أخرى، منها عصافير الصيف سنة 1978 وكحلة وبيضة في 1980 وصراخ الصخر في 1986. ظل أبو السينما الأمازيغية رغم تقدمه في السن وتردي وضعيته الصحية يشد على أيادي الشباب من خلال التأطير السينمائي. رحل لكنه خلق وترك وراءه وعيا وحسا كبيرين لأجيال ستحمل أفكار وحماس عبد الرحمن بوقرموح.